واش عمرك تخيلتي أن منتخب عربي وإفريقي يوقف العالم كامل مرة أخرى وما يخلي حتى واحد يقول أن اللي وقع في 2022 كان مجرد صدفة؟ 3 الأهداف، أداء عالمي وتأهل مستحق. أسود الأطلس ما ربحوش غير كندا، أسود الأطلس ربحوا التاريخ. واليوم المغرب ولا أول منتخب عربي وإفريقي كيوصل لربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين. ولكن كيفاش دازت هذه المباراة؟ وشكون كان وراء هذا الإنجاز الكبير؟ خليك معايا حيت غادي نحلوا المباراة كاملة خطوة بخطوة. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرة أخرى المغرب كيأكد للعالم كامل أن إنجاز مونديال قطر 2022 ما كانش ضربة حظ، إنما بداية مشروع كروي كبير. في ثمن النهائي كأس العالم 2026 واجه المنتخب المغربي منتخب كندا في مباراة كانت صعيبة أكثر مما كتعكسوا النتيجة. المنتخب الكندي دخل بقوة كبيرة وحاول يفرض الضغط من الدقائق الأولى، وكان قريب في عدة مناسبات أنه يفتتح التسجيل. ولكن كان كاين راجل واقف قدامهم سميتو ياسين بونو مرة أخرى أكد علاش كيتعتبر من أفضل الحراس في العالم. بتدخلات حاسمة وبردة فعل خارقة خلى المنتخب المغربي يبقى داخل المباراة. كل تصدي ديالو كان كيعطي الثقة لزملائه وكيخلي المنتخب يلعب براحة أكبر. ومع مرور الدقائق بدا المغرب كيسترجع السيطرة، وبالأخص في الشوط الثاني، وهنا بان الدور الكبير ديال عز الدين أوناحي. وسط الميدان المغربي ولا كيتحكم في إيقاع المباراة، التمريرات، الضغط واستخلاص الكرات، كل شيء كان محسوب. أوناحي قدم مباراة استثنائية وتوجها بهدفين رائعين أكد بهم أنه واحد من أفضل لاعبي المنتخب المغربي في هذه البطولة. أما إبراهيم دياز فرغم أنه ما سجلش إلا أنه كان من أكثر اللاعبين تأثيرا فوق أرضية الملعب. تحركات ذكية، رؤية ممتازة، وجوج تمريرات حاسمة خلات الدفاع الكندي يعيش لحظات صعيبة. دياز ما كانش كيقلب غير على التسجيل، كان كيصنع اللعب وكيخلق المساحات، وهذا هو الفرق بين اللاعب الكبير واللاعب العادي. ومن جهة أخرى واصل سفيان الرحيمي تألقه الكبير. رحيمي استغل الفرصة اللي جاته وسجل الهدف الثالث اللي قتل المباراة نهائيا، وأكد مرة أخرى أنه لاعب كيعرف كيفاش يحسم المباريات الكبيرة. رغم أن النتيجة كانت 3 أهداف ل0، إلا أن المباراة ما كانت سهلة نهائيا. المنتخب المغربي عرف كيفاش يصبر، كيفاش يدافع، وكيفاش يعاقب الخصم في أول فرصة حقيقية. وهنا كيبان الفرق بين المنتخبات الكبيرة والمنتخبات اللي مازال خاصها تجربة. المدرب دوره قرا المباراة بطريقة ممتازة، التغييرات جاو في الوقت المناسب، والخطة التكتيكية كانت ناجحة واللاعبين طبقوها بانضباط كبير. وهذا الشيء هو اللي خلى المغرب يخرج بانتصار مستحق وأداء أقنع العالم كامل. وبهذا الفوز المغرب ما تأهلش فقط لربع النهائي، بل كتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم. اليوم أسود الأطلس ولاو أول منتخب عربي وإفريقي يوصل لربع النهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين، بعد إنجاز 2022 واليوم إنجاز 2026. إنجاز تاريخي كيأكد أن المغرب ما بقاش منتخب كيدير المفاجآت، المغرب ولا منتخب كيصنع التاريخ. والآن المهمة ما سالاتش، تأكد رسميا الخصم المقبل ديال المنتخب المغربي. المنتخب الفرنسي نجح حتى هو في حجز بطاقة التأهل بعد فوز صعيب على منتخب الباراغواي بهدف دون رد. وهكذا ربع نهائي كأس العالم 2026 غادي يجمع ما بين المغرب وفرنسا في إعادة للمواجهة التاريخية اللي جمعت المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. ولكن هاد المرة الأسود غادي يدخلوا المباراة بعقلية مختلفة وبثقة أكبر بعد الإنجازات اللي حقوها وبطموح واضح، وهو كتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم المغربية. مواجهة ما غاديش تكون سهلة، ولكن المنتخب المغربي أثبت للعالم كامل أنه ما بقى كيخاف من حتى منتخب، وأن الحلم ما زال مستمر. فواش كتظنوا أن المغرب يقدر يتأهل رياضيا من فرنسا ويحقق التأهل التاريخي إلى نصف النهائي مرة أخرى؟ فبالتوفيق المنتخب المغربي. كان معكم مصطفى، تبارك الله عليكم.